السلام عليكم خوتي وحبابي. اليوم غادي نحضر معاكم عصير بالمكسرات كيجي رائع. مكسرات والبنان. نمشيو نشوفوا المقادير. كما كتشوفوا خوتي عندي هنايا التمر وعندي الزبيب وعندي النوى اللوز انا قشرته درته في الماء قشرته ما بغيتش دوك القشور والكميه كتبقى على حسب شحال بغيتي نتينا. انا درت عيني ميزاني وصافي درت 10 تمرات وحفينا هكا شويه من هنا شويه من هنا. دابا خوتي غادي نوضعهم في هذا الاناء هذا وغادي نخوي عليه محليب غليان بحال باش يرطبوا فهمتي يرطبوا باش يقدروا يتطحنوا. دابا خويت عليه من الحليب وغادي نغطيه ونخليه واحد 30 دقيقه على ما يوصل لي وقت يعني تقرب لي المغرب عاد نطحنوا صافي. بطبيعه الحال الحليب راه عندنا بارد باش نطحنوا صافي. هنا راه دازت عليه 30 دقيقه. دابا غادي نجيب نطحنوه كي كتشوفوا غنخويه في الكاس. قلت لكم اخوتي الكميه كتبقى نتوما شحال بغيتو. انا درت عيني ميزاني وصافي كتبقى غير في يعني في المقادير اللي شنو دايره. بغيتو غير بهذا الشيء اللي بالمكسرات ديروه كخفيف كيجي زوين. انا ولادي ضروري يبغيوش هكاك. كنوريكم هنايا ما زهر غادي ندير واحد المعلقه كبيره تقريبا ديال ما زهر كيعطي واحد النكهه زوينه. ما بغيتوش ديروه ما ديروش. الحليب غادي ندير غير القيس باش نطحن من بعد عاد نزيد. اخوتي غادي نطحن هاد العناصر هذه هي الاولى. نتوما قلت لكم الا بغيتو تخليو غير هكا بهذا المكسرات خليو، بغيتو تزيدوا عليه البنان زيدوا. انا غادي نزيد عليه البنان. غادي نطحن هاد المكسرات نطحنو مزيان وغادي نزيد عليه البنان عندي بكونجولي. قلت لكم اخوتي كيجي حتى هكا بالحليب رائع ومشبع كيشبع دغيا مع الحليب الثقيل مشبع. وهذه هي الطريقه ديال العصير ديالنا. نتمنى اخوتي تعجبكم ولا عجبتكم ما تبخلوش على اختكم بواحد الجيم بواحد القلياب. اللي ما تابونيش مع اختي تابونوا باش يوصل الجديد ديالي وبارطاجي الا جات على خاطركم الله يخطيكم الخوت. هنايا اخوتي راني زدت الحليب وغادي نضيف عليه البنان. عندي البنان كونجولي هو كنوريه لكم. البنان هذاك راه كونجولي غادي نوضعو ونطحنو حتى هو. بغيتو ديروا التفاح اللي بغيتو ديروا. انا درت البنان. قلت لكم اخوتي شكرا على الكومونتيرات الزوينه ديالكم. الله يخطيكم علي. كنشكر كاع الاخوات اللي كيدخلوا عندي. الله يخطيكم والله يكبر بكم ويسهل عليكم ونتمنى نكونوا هكا يد وحده والله يوفق الجميع ويسهل على كل واحد اخوت. نتمنى ان شاء الله نبقاو اصدقاء الى الابد. دابا كان اخوتي ولدي راه برزطني داخل خارج داخل كيهوني مشاغب انا وهي بحال القطورفه. قالت تما كنجري عليه كوزينه عندي راكم كتعرفوا وقيته المغرب كتكون كوزينه كتشطح. كنجري عليه باش ما يدوش شي حاجه يطيح لي شي حاجه نكسو كنخدموا الشغل من جديد. صافي اخوتي العصير ديالنا انا طحناه. بغيتو تصفيوه صفيوه بغيتو تخليوه هكاك انا غادي نصفيه لان الدراري ما غاديش يبغيو لي داك الشيء حرش. ها هو كاين داك اللوز حبيبات كيبقى وكنوريه لكم ما يبغيوش يشربوه لي. انا صفيته بغيتو تخليوه هكاك خليوه. صافي اخوتي العصير ديالنا هو واجد شي كي داير. درت تقريبا شي 3 البنانات جا خاطر. بغيتو ما ديروش تجنبوا البنان ما ديروش خليوه غير عادي غير بالمكسرات كيجي خوتي رائع. ما ديروا لا سكر لا والو راه حلو كيقطع. بنان حلو التمر حلو الزبيب حلو كلشي حلو. العصير ديالنا خوتي هو هذا كيجي. نتمنى يعجبكم ونتمنى خوتي العزاز تشجعوني. ديروا لي لايكات وكومونتيرات زوينه الا عجبكم الفيديو ديالي. والله يوفقكم ويوفق الجميع ويسهل على كل واحد. وهذا هو العصير ديالي شاركته مع خوتي العزاز. الله يسهل عليكم. وانا كنتقاسم معكم غير اليوميات ديالي وهادشي كتشوفوا غير القليل كاين راه غير القليل. ضيق الوقت ما كاينش الوقت ويدي بوحدي وولدي الصغير عندي يعني عندي مريض كيبرزني بزاف وهذا ما كان هاد الايامات ما قراش. هاد السيمانه ما قراش راه مبرزتي. هادشي اللي كاين اخوتي. تبارك الله عليكم والله يخطيكم والله يسهل عليكم وعلى الجميع. والى اللقاء فيديو جاي ان شاء الله مقبل.